اسمعني، القصه ديال اليوم ما غاديش يتقبلها عقلك، لذا انا بغيتك تركز مزيان معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نهضر لكم على حادثه مرعبه، تفاصيل ديالها ما غتفهم فيها والو. حوالي في اول النهار النهارده بدأ كشف تفاصيل جريمه الواحد لغايه دلوقتي مش قادر يفهمها او يستوعبها. قصتنا وقعت في مصر وبالتحديد في كفر الدوار. واحد النهار مع 6 ديال الصباح الناس فاقوا على الغوات وعباد الله كتجري في الشارع. اش واقع؟ العافيه كانت شاعله في واحد الدار وكانت خايبه، 3 طبقات كلهم ولاو كحلين بالعافيه، كلشي مشى. وصلوا البوليس والمطافي وترونات، العافيه ما كانتش طبيعيه وبزز باش قدروا يطفيوها. ملي دخلوا للدار كانت الصدمه مرعبه، لقاو اب اللي كان الاسم ديالو حسني ومراته والام ديالو وولادو بربعه كلهم تشوطوا، يعني لقاو 7 ديال الجوجات في ديك الدار. خالي وعيال وأربعة وهو الخامس وأمه 6 ومراته 7. 7 تنفاه، 7 ينتقم من ابن الحرام ربنا. الناس كانوا مصدومين، بقى فيهم الحال بزاف، بالاخص انه الراجل اللي الاسم ديالو حسني كان باقي صغير، كانت يلاه عنده 39 سنه، وولادو كاملين باقيين صغار، اكبر واحد فيهم كانت عنده 15 سنه. كانت السمعه ديالو طيبه بين الناس. لم تكن له أي خصومة مع أحد ويتمتع بحسن السيرة بين أهالي القرية. الشرطه بدات كتقلب في الدار على السبب ديال الحريق، حيت بكل صراحه الحادثه غريبه. حتى واحد من هاد 7 الناس ما غوت، حتى واحد ما شم شي حاجه هكاك شلات فيهم العافيه وبقاو ساكتين. على هذا الاساس الشرطه خدات الجثث وداتهم للطب الشرعي. ملي خرج التقرير الشرعي كانت صدمه للجميع. التقرير كيقول انهم فعلا ماتوا محروقين، ولكن ما ماتوش بسبب العافيه، هادو صفاوها لهم قبل ما تشعل العافيه. الطريقه باش صفاوها لهم كانت بآلة حاده. هنا بدات الشرطه تحقيقات مع اهل القريه، وكانت التحقيقات كما تيقولوا كانت قاصحه بزاف. كلشي داروا معاه لونكير، العائله، الصحاب، المقربون، الجيران، كلشي سولوا وما لقاو حتى حاجه. حتى لواحد النهار الجار ديال العائله لاحظ شي حاجه غريبه ومشى كيجري عند البوليس وهو يسولهم. قال لهم واش ملي لقيتوا الجثث ما لقيتوا حتى شي حاجه اخرى؟ قالوا لي لقينا فقط غير جثث بوحدها. علاش كتسول؟ لهم حيت كان حسني مربي 5 ديال الخرفان، 5 ديال الخرفان ديال الغنم فين مشى. صافي هنا البوليس لقاو الخيط الاول منين غيقلبوا، يعني الشرطه لقات سبب الجريمه، شنو الدافع ديالها وشنو تسرق. نيشان مشاو عند مول الفيرما اللي كان حسني كيتعامل معاه وبداو كيحققوا معاه، وهكذا مع كل تجار المواشي اللي كاينين في ديك المنطقه. بسبب هذا الشيء قدروا يوصلوا لواحد الجزار سميتو شريف. كان هذا السيد الجامع كيقول عليه هضره خايبه والسمعه ديالو خايبه ومعروف في السوق باللي كيبيع البهايم المسروقه. قلبات عليه الشرطه حتى وصلوا ليه وشدوه. اول ملاحظه لاحظوا لقاو انه رابط يدو، ومني سولوا قال لهم ضربت يدي ملي كنت كنقطع اللحم. سولوا على العائله واش كتعرفهم، قال لهم لا وما عندي حتى شي صله بهم. ملي قالوا لي واش ممكن نشوفوا يدك اللي مضروبه، رفض رفضا قاطعا وما بغاش والو. قالوا لي صافي يلا معانا نكملوا التحقيقات. مشى معاهم وحاولوا معاه والو، ما قدروا يجبدوا منه حتى لعبه، من غير انه كيحاول يتهرب من الاسئله. هنا شكوا فيه بالرغم من اللي ما عندهم حتى دليل قاطع عليه، دوا عليه بحجه حتى يسالوا التحقيق. بداو كيهزوا البصمات اللي كاينه في مسرح الجريمه، كانوا كيقلبوا على اي دليل يشدوا به شريف. صافي شكوا فيه وكيقولوا باللي هو مول الفعله. ولحسن الحظ الشرطه لقاو بقع دم في المنزل، ومن خلال الطب الشرعي ما لقاوها مطابقه لحتى واحد من اهل البيت، ولقاوها مطابقه لشريف. يعني صافي لقاو الدليل قاطع ضده وبداو كيزيروا معاه السمطه حتى اعترف بكل شيء. واسمع القصه اش قال لهم، راه ما يمكنش. قال لهم مؤخرا كانت القضيه عندي مزيره والحاله الماديه ضعيفه، وكنت غير دايز من قدام دار حسني ولقيته مربي الخرفان، وبقيت شحال من نهار وانا حاضي الدار حتى خديت قرار صافي غادي نسرقهم. ومشيت مع الجوج ديال الليل وديت معايا جنويه. قالوا لي الشرطه علاش ديتي معاك جنويه؟ قال لهم كنت غادي نذبح الخرفان قبل ما نسرقهم باش ما يعذبونيش، ما يبقاوش يهربوا ليا ولا يغوتوا. المهم وصلت للدار، شديت الخرفان، بديت بالاول، بديت بالثاني، كلشي غادي مزيان حتى بدات الخرفان الاخرى كتغوت وكتحرك. الصوت بدا كيعلى، وبسبب هذا الصداع خرج حسني. غير يخرج شافني تعرف عليا، مشيت زربت عليه نيشان صفيتها لي، وبسبب المقاومه ديالو صدق الضارب فيه يدي. غير انا هارب لقيت امو خارجه تابعه، شاف داكشي بدات كتغوت، مشيت حتى هي صفيتها لها حتى هي. موراها كيبان لي شعلوا الضوء في الدار كلشي فاق، صافي مابقى كيبان لي والو. اللي طرا طلعت جمعت كلشي صفيتها لهم، بديت بالمراه تبعت الدراري، من بعد هزيتهم كاملين حطيتهم لداخل وشعلت فيهم العافيه. 7 الرواح
7 أرواح على ود 5 الخرفان. تصور ودا الخرفان وباعهم في الاسكندريه وبحال اللي ما واقع والو. فتحي محروس ابن عم حسني، تمام، اخوه، تمام، واحنا بنطالب بالقصاص والحكم العادل لا بديل عنه. من بعد هذا الشيء حكموا عليه بالاعدام مباشره. تسناو الفيديو الجاي.